السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة كل شيء مع أم شمسو. اليوم جبت لكم وصفة تقليدية جزائرية بامتياز اللي هي الرفيس القسنطيني، الوصفة الأصلية اللي تعلمتها على أمي ربي يرحمها ويجازيها بالجنة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نروح نشوف الوصفة على بركة الله. شوفوا بالنسبة للسميد بزاف في وصفتهم يديروا 3 كيلات سميد بكيلة تاع ليدام، لكن في الحقيقة الوصفة الأصلية هي 4 كيلات سميد بكيلة تاع ليدام، وما تنساوش بلي من بعد يتجمر بالزبدة. وبالنسبة لليدام العجينة تتبسس بالزيت ماشي بالزبدة. إذا هنا حطيت 4 كيلات سميد متوسط نوعية جيدة، ملعقة ملح حسب كمية السميد، ملعقة صغيرة فانيلا ما يهمش سائلة أو بودرة، وهنا إضافة من عندي درت ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، ونحطو كيلة تاع الزيت. رايحة نخلط المكونات ونبسس السميد بالزيت كيما راكم تشوفوا. ونبدا نضيف الماء بالتدريج. تقدري تحطي شويه تاع ماء الزهر في الماء، تخلطي شويه تاع ماء زهر مع الماء، نتحصلوا على عجينه متماسكه وطريه تجي كيما عجينه المبسس. رايحه نبلاطيها في 2 بلاطوات، يعني حسب الكميه تاع العجين اللي تحصلتي عليها. انا جاتني في 2 بلاطوات، ونقسمها بالسكين هكا مربعات، ونحطوها في فرن مسخن مسبقا كيما كي تعودي حطاي المقروط. نشعلو من التحت، كي نشوفوه طاب وحمار من الجوانب نطفيو، ونشعلو من الفوق حوالي 5 دقائق يحمر الوجه، ونخرجوها. راح ياخذ حوالي ساعة في الفرن. دوك تشوفوا النتيجة. شوفوا هنايا كيفاش طاب لي روعة ما شاء الله، جا محمر وجا مذهب. ونروحو نرحيوه في الروبو، ولا اللي حبت الطريقة التقليدية تحكيه في الغربال ولا في السيار. المهم إذا درتيه في الروبو ديري في السرعة الأولى، وروحي غير بشوية، ماشي ترحيه حتى يولي بربوشة وطعام. هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها. من بعد نشوف كاش ما كاين هكا حبيبات شويه خشينه ولا نعاود نرحيها، هي كي تصيريه احسن، بصح معليش انا غير بيدي ونفيريفيه. بالنسبه لطريقه تخزين الرفيس، يحفظ في المجمد بلا ما تفوريه. يعني كيما هنا انا درت كميه مليحه لا باس بها، نص رايحه نخدمو ناكلوه بالصحه ولهنا وشهيتكم في الجنه، ونص نحطو في علبه بلاستيكيه ونغلفه بورقه بلاستيكي الغذائي، نغطيه مليح ونخبيه في المجمد. نروحوا للمرحله الثانيه. واش ندير؟ رايحه نحط الرفيس في قصعه ونفتلو بالحليب، حليب يكون بارد عادي مع ماء الزهر. نخلط ماء الزهر مع الحليب او ماء الورد كيما تحبي وحسب الموجود عندك. كيما ناس قسنطينه الله يبارك يخدموه بماء ورد المقطر، ماء الورد المقطر. اذا نفتلو بالحليب وماء الزهر ونخليه ينشف ويشرب، ونحطه يفور عادي، نخليوه يفور مليح. شوفوا هنايا راح نفورو 2 فورات، لكن اذا شفتي باللي مازال مخصوص لانه لازم يكون طري ما لازمش يقعد لك يابس، تقدري تروحي حتى للفوره الثالثه. رايحه نحطو في الكسكاس، وراني حاطه القدره تغلي.
هكا نحطوه الفوق، ومن الاحسن تغطيه باش يفور لك مليح. هاو هنايا فارلي رايحه نحلو. ونعاودو نفتلوه للمره الثانيه بالحليب يكون بارد ماشي سخون، وماء الزهر. لازم تنسميه بماء الزهر ولا ماء الورد وتكون نوعيه جيده. ونحطوه يفور للمره الثانيه. بعد ما فارلي رايحه نحلو ونخليه يبرد، ونروحوا للمرحله الاخيره. نجيبوا مرميطه نحطوا فيها كميه مليحه تاع زبده. هنا حطيت حوالي 200 غرام زبده في هذا المرميطه متوسطه الحجم، ورايحه نحط تقريبا نفس الكميه تاع العسل، يكون نوع جيد. انا عيني هي ميزاني وراكي تخدمي وتذوقي. رايحه نذوب الزبده والعسل، ما تقويش النار باش ما تستحرقش الزبده، ورايحه نطفي النار ومباشره نحط الرفيس تاعي في خليط الزبده والعسل وهما سخونين، ونبدا نحرك فيه. وهذه هي الطريقه اللي نجمر بها الرفيس، يعني ما نخليهش على النار يتعجن لي، ولازم نحس باللي راهو راوي ماهوش ناشف، خاطر من بعد كي يبرد نلقاه الشرب بالسوائل. هنا دقت لقيته ناقص في الحلاوه، زدت له العسل السخون. وهنا عندي كاوكاو محمص ومرحي رايحه نخلطو معاه. طبعا الوصفه الاصليه تجيب الجوز، لكن اكيد مش ضروري تديري الجوز، تقدري تستبدليه باللوز ولا الكاوكاو اللي عندك، الجود من الموجود. انا الجوز خليته للتزيين، واصلا يعجبني في البنه تاعو بالكاوكاو، ويتقدم مع اللبن. ممكن تقدميه مع التاي، لكن هو في الاصل يتكل مع اللبن، وحنا في الشرق نقدموه في الاعراس والمناسبات السعيده. يعني انا في الحق درتو في الربيع، درتو في الربيع بصح هذا وين كتب ربي باش ندير لكم المونتاج. كانت ماما ربي يرحمها تخدموا بكثره ومعروفه به، ويقصدوها الناس به تخدمه لهم في مناسباتهم. كانت مولاة خير والجميع يشهد لها الحمد لله، كانت فحله وحره. ربي يرحمها وربي يجعلها من اهل الجنه، ويرحم موتاكم وموتى المسلمين، امين. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وتنجحوا فيها وتفرحوا بها، وتدعيوا لامي انا حطيتها لكم صدقه عليها. ما تنساوش كذلك دعم الفيديو باعجاب، واللي عجبتها القناه تشترك مع ضغط زر الجرس باش يوصلها كل جديد. شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.